السلام عليكم. مع اقتراب نزول سيزون 3 من انمي جوجيتسو كايسن ما لقيتش وقت انسب من ده اني ارجع ازور الانمي مره تانية واعمل له ريواتش بالترتيب الزمني، ولكن في البدايه خلوني قبل ما ابدا اتكلم عن تجربتي مع الانمي بعد ما عملت له ريواتش اكلمكم عن تجربتي الاولى مع الانمي واللي ما كانتش احسن حاجه خالص بصراحه. بداية الحكاية كانت سنة 2020 مع انتهاء أول بارت من الموسم الرابع من أتاك أون تايتن، واللي بعد ما خلص كنت حاسس بتعطش مش طبيعي تجاه الأنمي، وكنت عايز أتفرج على أي حاجة تسد مكان أتاك أون تايتن على ما يرجع تاني. وطبعا ما لقيتش قدامي ساعتها أنمي أحسن من جوجيتسو كايسن إن أنا أتفرج عليه، طبعا لأن الأنمي دوت كان جديد ومن إنتاج استوديو مابا، نفس الاستوديو اللي أنتج الموسم الرابع من أتاك أون تايتن، ده غير طبعا إن كان عليه هايب كبير جدا، فقلت أتفرج عليه. ومع بداية فرجتي على أنمي جوجيتسو كايسن كنت بتوه كتير ومش فاهم الأحداث بشكل كبير، وكنت عمال اقارنه باستمرار مع انمي ناروتو لان فعلا الشخصيات كانت شبه شخصيات ناروتو جدا، وكان معظم الاحداث بالنسبه لي متشابهه، ان مثلا يوجي اكل صباع سوكونا فدلوقتي سوكونا بقى جواه، نفس الكلام مع ناروتو ان ناروتو مختوم جواه كوراما، يعني كنت حاسس الموضوع شبه بعض. وغير طبعا المقارنه اللي كل الناس بتعملها بين كاكاشي وساتورو جوجو، فالموضوع كان داخل في بعضه جامد. ومع الاستمرار وحلقه ورا حلقه بدات ان انا اضيع اكتر، والباور سيستم بقى بتاع الانمي الكيرست انرجي ما بقتش فاهم اي حاجه بصراحه من اللي بتحصل، غير طبعا الاسامي بتاعت الشخصيات اللي شبه بعض، يعني نانامي وهانامي وجوجو وجوجو، حاجه بتلخبط بصراحه. واللي زاد واللي غطى بعد كده التريننج ارك اللي كان بالنسبه لي اوحش حاجه في الدنيا. انا اكتر حاجه بكرهها في اي انمي التريننج ارك، بيبقى ارك دايما ضعيف. وما اكدبش عليكم انا الفتره دي بصراحه بدات افقد الامل في الانمي ده وسبته ما كملتوش، ورجعت كملته بعد فتره طويله بعد ما كانت الحلقات خلاص كلها نزلت واتفرجت عليهم كده، يعني اللي هو ايه تقضيه واجب وخلاص. ولما نزل فيلم جوجيتسو كايسن زيرو انا ما كنتش عارف انه نزل، لدرجه اني عرفت بالصدفه لما كنت في السينما رايح اتفرج على فيلم اوبنهايمر. فعلا للدرجه دي ما كنتش طايق الانمي ده خالص. واخيرا سنه 2023 تيجي وينزل الموسم الثاني من انمي جوجيتسو كايسن. طبعا انا ما كنتش مهتم باي شكل من الاشكال ان اتفرج عليه، ولكن الكلام الكتير والناس كانت بتتكلم بشكل ايجابي عن انمي جوجيتسو كايسن، فقررت ساعتها ان انا ابدا ان انا اتفرج على الفيلم بعد كده اخش على سيزون 2. وفعلا ده اللي انا عملته، وبدات اتفرج على فيلم جوجيتسو كايسن زيرو، والفيلم عجبني جدا. ولكن كان في مشكله كده، واظن كتير منكم قابل نفس المشكله دي، بس يمكن المشكله دي كانت عندي زياده حبتين، هو ان انا بسبب اني سبت الانمي فتره طويله جدا كنت ناسي الاحداث، لدرجه اني كنت فاكر يوتا هو فوشيجورو ميجومي، والدنيا كانت داخله في بعض وانا نسيت اسامي الشخصيات، يعني كنت فاكرهم بالعافيه. حتى محدش يلومني على الموضوع ده يا جماعه، انا سالت ناس كتير وعرفت اني ما كنتش لوحدي اللي فاكر يوتا هو ميجومي. الموضوع كان منتشر بشكل كبير. وبدات في سيزون 2 تحديدا الجزء بتاع ماضي ساتورو جوجو، واللي كان حلو جدا برضو، بس كان عندي معاه بعض المشاكل الصغيره، زي انهم عمالين كل شويه يتكلموا عن تنجن تنجن تنجن. طبعا انا مش عارف مين تنجن ده ومحدش عارف مين تنجن ده، ومش هنعرف مين تنجن ده غير في سيزون 3 من الانمي. ولكن بشكل عام كان الجزء ده من الانمي حلو جدا 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 بالنسبه لي. وهنا بقى انا رجعت على التراك تاني وبدات ان انا اتفرج حلقه بحلقه. بعد كده جت البلوت تويست اللي غيرت مجرى الاحداث بالكامل بالنسبه لي مع ارك شيبويا انسيدنت، واللي بالنسبه لي هو احسن ارك بكل تاكيد في الانمي لحد دلوقتي. انا بجد مش عارف ايه الجمدان ده، قتالات اجمد ما يكون، وكل حلقه بتيجي بتعلي على اللي قبلها، تعلي على اللي قبلها، تعلي على اللي قبلها، حرفيا بقى المستوى فوق فوق فوق. يعني انا مش عارف ازاي بيعلوا على اللي بيعملوه كل مره. انا حرفيا كفايه عليا لما ساتورو دخل سولو سكواد على هانامي وجوجو وماهيتو وتشوسو، بجد كان حاجه فوق الطبيعي، يعني حرفيا مسكهم فشخهم كلهم. ولا سوكونا والبلاك هول اللي عملها في نص الخريطه، لا بجد انا في الوقت ده كنت بعشق انمي جوجيتسو كايسن. وطبعا اتاثرت جامد جدا بالشخصيات اللي ودعت خلال السيزون ده، مع اني كنت ناسي نص الاحداث حرفيا ومش متعلق بولا شخصيه منهم، بس الكتابه العظيمه بجد رجعتني احب الانمي ده حب مش طبيعي، وبدات اتعلق بشخصيات ما كنتش اتخيل اني ممكن اتعاطف معاهم واتعلق بيهم. نيجي بقى لتجربه الري ووتش اللي غيرت كل حاجه بالنسبه لي. 領域展開無料空所 بدأت بأول 5 حلقات من الموسم الثاني واللي بيغطوا الأرك بتاع ماضي ساتورو جوجو، وكان الفلو بتاعهم سريع جدا وما حسيتش بيهم، حلقة ورا حلقة خلصتهم على طول في جلسة واحدة. وبدأت طبعا ان انا اركز في التفاصيل، وفي حاجات كتيرة جدا ما كنتش واخد بالي منها. طبعا المشاهدة الثانية بتكون غير المشاهدة الأولى وبتكون أمتع منها بكتير، لأن انت بتبدأ تدقق في أماكن ما كنتش مدقق فيها قبل كده، وبتبدأ ان انت تكتشف حاجات جديدة أكتر وأكتر في القصة. وده طبعا انك بتكون عارف الأحداث ايه اللي هيحصل فيها، فبتبدأ بقى ان انت ايه تسيبك من الأحداث اللي انت عارفها وتحاول تبص وتركز في الأحداث التانية اللي انت ما خدتش بالك منها.
بعد كده اتفرجت على فيلم جوجيتسو كايسن زيرو، ولما خلصته بدات في السيزون الاول من انمي جوجيتسو كايسن. وتخيل يا شيخ انهم كانوا كل شويه يجيبوا في سيره يوتا. ده انا لما كنت بتفرج على الفيلم كنت فاكره ان هو اصلا فوشيجورو ميجومي. للدرجه دي انا ما كنتش فاهم الاحداث، والانمي كان بالنسبه لي كارثه. وده اذا كان بيثبت حاجه فهو بيثبت ان الاقتباس كان غلط من الاول. كان المفروض ان هم على الاقل خالص يبداوا بان هم يقتبسوا فيلم جوجيتسو كايسن زيرو بعد كده سيزون 1 علشان حتى يكون الواحد فاهم الاحداث اللي بتحصل. والمفاجاه اللي انا ما كنتش واخد بالي منها ان تم ذكر الاسطوره توجي زينين اكتر من مره. انا ما كنتش واخد بالي خالص بجد يا جماعه من الموضوع ده، ولو ما كنتش عملت ري واتش ما كنتش اخد بالي من الريفرنسز اللي كانت موجوده على طول الموسم كده. ولما خلصت السيزون الاول بصراحه التجربه كانت احسن بكتير من اول مره، ولكن عندي برضو بعض الملاحظات كده اللي موجوده هنا وهناك، زي ان ميجومي كل شويه عايز يسمن الماهوراجا. كل شويه حرفيا اي فايت بيخش فيه بيقعد يعمل لك كده وخلاص هيستدعي الماهوراجا. وشوف يا اخي سبحان الله، كل ما يبقى هيسمن ماهوراجا حد يجي يقول له شيجورو نو في شيجورو. يا جماعه ايه يا جماعه في ايه بجد؟ انا بجد يعني مش فاهم ايه اللي بيحصل ده. حرفيا في بتاع 4 أو 5 مرات يبقى هيسمن الماهوراجا خلاص وبتاع، وفي الاخر حد يوقفه او هو يقول لك لا خلاص انا ههزمك بقوتي وبتاع. الموضوع ده بجد كان مستفز يا جماعه والله. يعني تخيل يبقى حتى هو بيقاتل تودو هينزل عليه ماهوراجا. يا اخي انت مجنون، يا اخي مجنون انت. بعد ما خلصت السيزون الاول بدات اتفرج بقى على السيزون الثاني مره ثانيه، ورجعت كملت من الحلقه السادسه مع بدايه ارك الشيبويا انسيدنت. ولو تجربتي الاولى مع سيزون 2 كانت جامده فتجربتي الثانيه اجمد 7 اضعاف. انا دلوقتي عارف كل الشخصيات ومركز في كل كبيره وصغيره في الاحداث، وده زود من المتعه كتير جدا جدا اكتر ما هي كانت ممتعه اصلا. يعني تخيل اني وانا بتفرج وانا ناسي الاحداث كنت مستمتع جدا، ما بالك بقى وانا فاكر كل الاحداث قدامي. التجربه دي اكدت لي ان لو السرد او الاقتباس بمعنى اصح ما كانش بالترتيب الزمني الصحيح فده بيبوظ من المتعه بشكل كبير جدا، وهي دي مشكله جوجيتسو كايسن الاساسيه. فانا لو هنصحك بحاجه، سواء انت اتفرجت على الانمي ده قبل كده او اول مره تتفرج عليه، انصحك انك تاخده بنفس الترتيب الزمني اللي انا اتكلمت عليه. هتبدا باول 5 حلقات من السيزون الثاني، بعد كده تشوف فيلم جوجيتسو كايسن زيرو، بعد كده تكمل سيزون 1 كله، بعد كده ترجع من الحلقه السادسه من سيزون 2 تكملها لحد الاخر، بعد كده بقى تخش في سيزون 3 اللي لسه بينزل. وساعتها هتبقى عملت مع نفسك جميله كبيره جدا وخدت الفول اكسبيرينس، والمتعه تبقى اضعاف مضاعفه. والوقت ده هو انسب وقت ان انت تتفرج على الانمي علشان تخش على طول على سيزون 3 يبقى كله مع بعضه ملحوم مره واحده، لان فعلا احداث سيزون 1 و2 وفيلم جوجيتسو كايسن زيرو مرتبطه بشكل كبير جدا بسيزون 3، بالذات سيزون 2 والفلاش باك القديم، لان هيبدا ان هو يربط معاك بالاحداث في سيزون 3. وبس كده. يا ريت لو تعرفني ايه انطباعك الاول مع انمي جوجيتسو كايسن، هل عجبك، هل ما عجبكش، هل كنت متلخبط ولا كان عادي بالنسبه لك؟ ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه لو حابب تشوف فيديوهات اكتر من النوعيه دي، ويا ريت كمان لو تفعل النوتيفيكيشنز عشان اول ما ينزل الفيديو تشوفه اول واحد. وبس كده، ده الريفيو اللي انا عملته لفيلم ديمون سلاير انفينيتي كاسل، اتفرج عليه من هنا لو حابب تشوفه. وبس كده، سلام.